غريب الشيخ، وعندنا الباشمهندس احمد عادل، وعندنا ناس كتير جدا على اليوتيوب وفي منصات كتير جدا بتعلم البرمجة. بس انا النهاردة ان شاء الله باذن الله هعمل لك مقارنة ما بين 4 اشخاص، وهما الباشمهندس اسامة الزيرو، والباشمهندس اسلام كوتزيلا، والباشمهندس غريب الشيخ، والباشمهندس احمد عادل. بما ان دول هما اشهر 4 قنوات على اليوتيوب بيعلموا برمجة، وهقول لك تجربتي الشخصية مع كل واحد فيهم. وهل لو انت ناوي تشتري كورس، لو عايز تشترك مع دوت او عايز تشترك مع دوت، ما بقولكش طبعا روح اشترك مع ده او ما تروحش تشترك معاه. انا هقولك بالظبط التجربة اللي حصلت معايا، بعد كده انت اللي تحدد. عشان خاطر مش عايزك كده يا صاحبي يطلع لك واحد من هما الناس اللي يقولك لا خد بص خد مع ده، ده هيجيب معاك من الاخر. الكلام ده ما بياكلش عيش. لازم انت اللي تشوف يابا، انت راجل يا حبيبي، شوف كده انت عايز تاخد مع مين. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بقالنا كتير مصورناش، داخلين في سكة شهر اهو، يعني بقالنا حوالي 25 يوم. فبعتذر طبعا عن مدة التأخير ديت بسبب ان احنا طبعا كان عندنا ظروف الامتحانات، ونقلنا على برنامج مونتاج وكنا محتاجين نتعلم فيه اساسيات تاني، فالموضوع خد معانا وقت. فتعال نخش كده في موضوع الفيديو على طول. بص يا صاحبي، لو انت بقى لسه داخل كده على اليوتيوب، فانا عارف والله العظيم انت عايز تاخد مع مين، فانا هقولك اللي حصل معايا وانت شوف بقى انت عايز تاخد كورس مع مين. نبدأ بأول حاجة الباشمهندس أسامة الزيرو. بص يا مان، الباشمهندس أسامة الزيرو الراجل بصراحة محترم جدا، وطبعا مفيش غنى عنه ان احنا كلنا بنتعلم منه. والراجل ما شاء الله هو صاحب أكبر قناة يوتيوب دلوقتي في تعليم البرمجة. طيب هل تاخد معاه كورسات ولا تاخد معاه يوتيوب؟ برضو كان عايز الزبدة والخلاصة. بص، دايما طالما في كورسات بفلوس فهي لها ميزة غير الكورسات المجانية، وبيكون في متابعة وبيكون في الحاجات اللذيذة دي. وانا بصراحة لما بصيت على الكورسات المدفوعة، مع ان انا ما جربتهاش، خلي بالك تحت كلمة ما جربتهاش ديت، انا كل اللي جربته من البشمهندس هو الكورسات المجانية. هتيجي تقولي طب يا ابو حميد شرحه حلو ولا شرحه ايه وايه رأيك؟ قالك هو من ناحية الشرح بس بصراحة الراجل ده 10/10. تشترك معاه في الكورسات المدفوعة اشترك معاه. لو انت شايف في كورس مدفوع انت المفروض تاخده منه، ومش طالع بعمل اعلان والله العظيم، اشترك معاه. الراجل زي الفل و10/10 وهيمشي معاك. هتيجي تقولي طب ايه اللي يفرق بينه وما بين الباقيين؟ هقولك الكورسات المدفوعة اللي معمولة اصلا للباشمهندس أسامة الزيرو بتناسب اشخاص معينة، غير مثلا الكورسات اللي معمولة هنا عند الباشمهندس مثلا اسلام كوتزيلا، غير الكورسات مثلا اللي معمولة على قناة الباشمهندس اسلام. فكل واحد عمل كورسات معينة، كورسات تناسب مستوى معين، فمش كل الكورسات هتناسب سنك المعين. تاني حاجة لازم انت تجرب المجاني. ليه تجرب المجاني؟ علشان خاطر ممكن انت ما تفهمش منه. هتيجي تقول لي ايه ده ممكن ما افهمش منه؟ اقولك والله في ناس كتير جدا بتخش تجرب ما بتفهمش، عادي جدا. دي حاجة وشيء، ده شيء طبيعي وداير ما بيننا كلنا. ممكن ان انت ما تفهمش من حد مشهور. هتيجي تقول لي طب ايه اللي يفرق بقى ما بينه وما بين الباشمهندس اسلام كوتزيلا صاحب قناة كوتزيلا؟ الباشمهندس اسلام كوتزيلا يا صاحبي برضك هو يعتبر تاني واحد، وهو برضك صاحب اكبر قناة يوتيوب، وبيكون متخصص قوي في تعليم البايثون، يعني ما شاء الله، وعامل كورس بايثون حاجة 10/10، وعامل مشاريع كتير جدا برضك موجودة على اليوتيوب، وفي كورس مجاني قديم ليه على اليوتيوب. فالراجل دوت برضك لو انت عايز تشترك معاه في كورس البايثون دوت، بصراحة لحد دلوقتي كده مقدرش اكشف عنده ولا عيب، تقدر تشترك معاه وانت مطمن. والراجل بصراحة محترم جدا، حتى قناة اليوتيوب بتاعته هو ما بياخدش منها فلوس، وعاملها لوجه الله. الراجل قافل الاعلانات يا جماعة. فالراجل ده بصراحة يعني لو انت فعلا فهمت منه فهو طبعا يستاهل ان انت تشتري منه الكورس، لان هو بصراحة الراجل عامل شغل عالمي، وكان عامل برضك على اليوتيوب وعامله لوجه الله. الراجل قافل الاعلانات وما بياخدش منها جنيه. طيب يا مان يا حبيب قلبي، دلوقتي بقى احنا كده برضك نشترك مع مين؟ انا عارف ان انت متحير كده، هو اشترك مع ده ولا اشترك مع ده؟ ما انا زي ما انا قلت لك، تلاقي هنا كورسات تناسبك وهنا كورسات تناسبك. يعني لو انت لسه داخل كده الطريق بسم الله الرحمن الرحيم وعايز تتأسس في البرمجة، وجربت كورسات مجانية للباشمهندس اسلام ولقيت نفسي بفهم منها، خش خد الكورس البايثون بتاعه، لان هو بيبدأ معاك من تحت الصفر، بيبدأ معاك من سكراتش وانت طالع لفوق. هتيجي تقول لي بقى طب القنوات التانية، هقول لك عندك قناة الباشمهندس غريب الشيخ،
وده بقى مش عامل كورسات مدفوعة خالص، كله فري على اليوتيوب، وعامل كورس قوي جدا للمبتدئين وهو كورس CS50، وموجود مجاني على قناته. والراجل بصراحة انا كنت متعلم منه برضو حاجات كتير، حاجات قديمة على قناته، وكنت متعلم منه برضو الجيت هاب، كورس الجيت هاب القديم اللي موجود على القناة بتاعته، كورس 10/10. فانت تجرب وهتدعيلي بصراحة. كل الكورسات بتاعته مجانية، غير الفيديوهات بقى القصيرة اللي هو بقى بيديك فيها تريكات بقى عن الذكاء الصناعي بقى، وشوية أسباب كده مثلا انت أسباب دول تخليك تفشل وهكذا. برضو ايه، قناة كويسة جدا تشترك فيها وكل محتواها مجاني. نيجي بقى معانا على آخر قناة، وهي قناة الباشمهندس أحمد عادل، قناة اتعلم ببساطة. لازم تعرف ان الباشمهندس أحمد عادل فهو أقل خبرة من اللي فاتوا، ولازم تعرف ان هو اصلا كان هو كان بيدرس حاجات اصلا من الباشمهندس اسامه الزيرو. تمام. فهتيجي تقولي مش فاهم برضو، اشترك معاه ولا لا؟ هقولك بص يا صاحبي، وديت حاجه كده ايه، انا واخدها على شيك من بلاط، انا لا عامل كورسات مدفوعه حاجه طب لنفسي ولا حاجه. اي حد طالما بتفهم منه وشايف ان هو يديك نفس المعلومه زي الراجل اللي عنده خبره هيديها لك، اشترك معاه. هتيجي تقولي طب ما هو ممكن يكون مش خبره، هقولك مين اللي قالك ان الباشمهندس احمد عادل مش خبره؟ هو خبره، بس طبعا مش هنقارنه بواحد زي الباشمهندس اسلام او واحد زي الباشمهندس اسامه الزيرو. الفكره ان هو بيكون اقل خبره، وممكن تلاقي شرحه يعجبك، ودوت بعض الناس اللي لقيتها اصلا شايفه معاه ان هو شرحه احسن منهم. عادي عادي، كل واحد يا باشا وليه دماغه وليه طريقته اللي بيفهم بيها. ما تقارنش يبقى دوت احسن واحد عشان خاطر دوت عنده خبره. لا يا حبيبي، في حاجه اسمها ان انا ممكن افهم من واحد اقل خبره، وممكن يكون انا شايف طريقه شرحه احسن من اللي عنده خبره. دوت عادي، واللي داير ما بيننا كلنا. فانت الله يرضى عنك ما تربطش نفسك باللي عنده خبره، اربط نفسك باللي بيفهم منه، باللي انت بتفهم منه، واللي انت شايف فعلا ان هو هيديك محتوى مجاني وانت واثق فيه. او طبعا لو عامل كورس مدفوع شايف ان هو فعلا بيقدم فيه قيمه حقيقيه بس مش اكتر. طب هل هو عامل كورسات؟ زي ما انا قلت لك، خش برضو تتعلم منه في المجاني، وشوف دماغك، شوف هل انت فهمت منه. هتلاقي بقى عامل كورسات على قناته بقى، زي كورس فاكره كده كان كورس الجافا سكريبت، طبعا انا مش مجرب منه برضو مدفوع. فانت تشوف كده لقيت نفسك يا باشا بتفهم منه والدنيا في اللذيذ، شوف انت ايه هي الكورسات المدفوعة اللي عاملها وهتناسبك وعايز تشترك معاه فيها. لان انت لما تجرب المجاني وعايز تكون تنقل على المدفوع، فلازم تكون الاول فهمت منه على المجاني، ما تخشش كده وخلاص خبط لزق، واخد بالك؟ طيب اخر واحد معانا، وده بصراحة اللي انا عارف ممكن الكل ينتقدني فيه، وهو الباشمهندس محمد ابو هدهود. ده طبعا اول ما بتيجي سيرته الناس كلها بتنتقدني، عندك ده معرفش ايه وده على عيني وعلى راسي، مقولتش حاجة والله، وعارفين ان الراجل خبرة اكتر من 20 سنة. ده طبعا معلم كبير وعلى راسي والله العظيم، عشان خاطر بس محدش ينتقدني. بس هل انا كانت تجربتي حلوة معاه؟ الصراحة لا، انا كنت مجرب منه حاجات كتير. ف بس بصراحة الواحد برضو يقول اللي واللي عليه. في ناس كتير جدا يا جماعة بتشكر فيه، مفيش واحد اعرفها لما قال لي ده التوب، عشان خاطر ايه. فهو بصراحة انا تجربتي الشخصية، تقول طب انت جربت معاه ايه؟ هقولك انا كنت بخش اجرب من عنده كذا فيديو، وبصراحة ما كنتش اللي هو بفهم منه قوي، اللي هو بحس الشرح بطيء. انا بقولك على التجربة اللي انا حسيتها، فاللي هو ما استريحتش معاه. جربت منه والله فيديو واتنين وتلاتة واربعة، وبرضه الراجل عامل كورسات مدفوعة وعامل برضه شغل عالمي. هتيجي تقولي طب هل هتنصحني بيه؟ هقولك جربه، لان مفيش واحد دخل له الا لما قال عليه ان هو 10/10، ما عدا انا الصراحة. فمالكش دعوة بيه، خش يا باشا جرب الراجل وشوف الراجل والشغل اللي هيعمله معاك. لقيته هيناسبك تمام، لقيته مش هيناسبك خلاص. انما هو بصراحة هو عامل برضو شغل عالمي، سواء على اليوتيوب او على كورساته والمنصات بتاعته. السؤال بقى دلوقتي اللي بيدور في دماغك، افرض انا ما عجبني واحد بره الاربعة اللي انت قلتهم دول، روح اشترك معاه بس على شرطين: تكون بتفهم منه، وتكون واثق فيه ان هو فعلا هيديك محتوى حقيقي. تمام تمام، هو اصلا مفيش غير الاربعة دول؟ لا يا باشا، في مصر مليانة. اشترك مع اللي تاخد معاه، سواء بقى اونلاين او اوفلاين اللي انت تحبه، اهم حاجة تكون بتفهم منه. بس انا ليه اتكلمت على دول؟ لان دول هم اشهر اربعة الناس بتروح تشترك معاهم، لان دول ما شاء الله ايه، هم التوب، هم اشهر ناس على اليوتيوب. لكن في ناس برضو كتير جدا موجودة على اليوتيوب، على عيني وعلى راسي، وبرضو محتواهم جميل جدا. واحد مش هينكر كده، فهمت منهم وعايز تروح تشترك معاهم، روح
كده بقى يا مان تكون حلقة النهاردة بتاعتنا خلصت، وإن شاء الله بإذن الله يعني هنحاول نعمل لك حاجات ظريفة، يعني فلوجات بقى عايز هتلاقي إن شاء الله بإذن الله لسه الواحد بقى بادئ البداية بتاعته كده. وما تخافش والله إن شاء الله بإذن الله هنكمل التريكات في لينكس اللي احنا كنا ماشيين عليها، مش هنسيب الكورس كده في فيديو واحد ماشي. ففي النهاية طبعا ما تنساش بقى تعمل اشتراك في القناة وتدعمني بلايك لذيذ، وما تنساش ان احنا هنا متخصصين اكتر في مجال السايبر سيكيورتي ماشي. وبس كده، سلام.